الراجل كان سايق وهو راجع بيته، فجأة عربية سوبر كار وقفت قدامه بالعرض. ماثيو افتكر إنه مجرد ولد غني بيستعرض، لكن اتفاجئ بواحدة جميلة نازلة من العربية. فتحت باب ماثيو بالعافية، قعدت جنبه وقالت له يتحرك فورا. ماثيو اتلخبط وقال لها إنه مش سايق تاكسي. في اللحظة دي وريت لواحد من الأغنية خبط على إزاز السوبر كار، قال للبنت تنزل وحذر ماثيو إنه ما يتحركش، ولو اتحرك هيكسر عربيته. أول ما ماثيو سمع كده ولع غضبه، دبس رجله بنزين وطاير بيها. الولد الغني جري على عربيته وجري وراه، بس ماثيو استخدم مهاراته في السواقة، دخل حارة ضيقة وطفي النور وقدر يهرب منهم. بعدها وصل البنت لحد بيتها. تاني يوم وماثيو في اجتماع الشغل، الوريث الغني ظهر ومعاه شوية بلطجية، كسروا عربية ماثيو الصغيرة تكسير. أول ما ماثيو عرف جري علشان يوقفهم. الولد الغني قال لرجالته يكسروا العربية بس وما يلمسوش حد. بعدها اعترف لماثيو إنه هو اللي باعتهم، وأشار لعربيته اللي ورا وقال له اتفضل اكسرها زي ما أنا كسرت عربيتك، مش همنعك. وقال له بثقة أنا لو اتكسرت عربيتي بدفع ثمنها، لكن أنت لو كسرت عربيتي تقدر تدفع. وبعدين كمل كلامه باستفزاز، جربني، أنت لو غبت 3 أيام عن الشغل هتترفد، أنا لو غبت 3 أيام أبويا يحول فلوس في الحساب وخلاص. يلا اكسرها، بدي إياك الفرصة، تكسر أو لأ أنا واقف أتفرج.